ما غاية علم التجويد؟ غايته بلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن على ما تلقى من الحضرة النبوية الإحصائية، وقيل غايته شغل اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى. ما حكم الشارع في علم التجويد؟ التجويد لا خلاف في أنه فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين. إذا أتى القارئ بالاستعاذة والبسملة والسورة فكم وجه فيها؟ فيها 4 أوجه قطع الجميع: فصل البسملة في السورة فقط، فصل الاستعاذة بالبسملة فقط، فصل الجميع. إذا أتى القارئ بالبسملة بين السورتين فكم وجه فيها؟ فيها 4 أوجه: 3 أوجه جائز وواحد غير الجائز. أما 3 الجائزة فالأول منها قطع الكل، والثاني فصل البسملة في السورة، فصل البسملة في أول السورة، فصل الغير. وأما غير الجائزة فهو ما إذا وصل آخر السورة وابتدي بما بعدها، ووجه عدم جوازه أنه علم أن البسملة من آخر السورة. النون الساكنة والتنوين كم حالة لهما؟ لهما 4 حالات: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. محل الإظهار لغة واصطلاحا. أما اللغة فهو البيان، وأما اصطلاحا فهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة. كم حروف الإظهار وما هي؟ حروفه 6 وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والغاء، وجمع بعضهم في أوائل الكلمات نصف البيت. فقال أغلها كان علمه غير واسع. محل الإدغام لغة واصطلاحا. أما اللغة فهو إدخال شيء في الشيء، وأما الصلاح فهو التقاء حرف ساكن متحرك حيث يصيران حرفا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعا واحدا. كم حروف الإدغام وما هي؟ حروفه 6 وهي مجموعة في قولك يرملون. إلى كم قسم تنقسم هذه الحروف؟ إلى قسمين: بغنة ويسمى ناقصا، وبغير غنة ويسمى كاملا. فالياء والواو والميم والنون بغنة، واللام والراء بلا غنة. محل الإغلاب لغة واصطلاحا. أما اللغة فهو تحويل شيء عن وجهه، وأما الصناعة فهو جعل حرف مكان حرف مع مراعاة الغنة. كم حروف الإغلاب؟ حرف واحد وهو الباء. محل الإخفاء لغة واصطلاحا. أما اللغة فهو السطر، وأما الصناعة فهو عبارة عن النطق بحرف ساكن عارضا غالبا للتشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وهو النون الساكنة والتنوين. كم حروف الإخفاء؟ حروفه 15 في أوائل كلمات هذا البيت. السجدة ثانية كان كان شخص قد سمع ثم طيبا زد فيه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.